ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون عبارة عن تنظيف الحمام. بس قبل ما نعمل اي حاجة متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم اي فيديو جديد. يلا بينا نخش، يلا بينا. اول حاجة احنا هنعملها يكون معانا سلكاية، سلكاية ناشفة عشان هندعك بيها المراية عشان تكون نضيفة وحلوة. هدعكها بقى وهرجع لكم تاني. تاني حاجة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل المسحوق اللي احنا هنعمل بالحمام. اول حاجة هتجيبي مسحوق، اي مسحوق عندك، وبعدين هتجيبي شوية بريل والاكسيد ده ريحته حلوة، فعشان كده انا هحط منه. فيلا بينا نحط، هندعك ده كله بقى. وهحط برضه الشاور جل عادي جدا، وهتحطه بقى وهنقلب ده كله وهي المية شغالة كده. هتلاقي لونه بينكي كده، هيبقى كل حاجة تمام. هيكون بقى معانا ايه؟ هيكون معانا المقشة بس قبل ما نعمل بالمقشة هنجيب السلكية، هنحط عليها بقى شوية بريل، شوية مسحوق، وهنحط برضه منها شوية شوية جور وشوية أوكسي علشان الأوكسي ده ريحته حلوة فعلا. هدعك بقى الحوض حلو قوي وحلو كويس، منها تدعكي الحوض حلو قوي وكويس. هدعكه بقى حلو كده ومن تحت وفوق، وهدعك الحنفية والبتاع مكان الصابونة الحيطة وكل حاجة تنضفيها كويس جدا. هنا بقى هدعك الدور من تحت، وهدعك الحوض من تحت برضه. هنا بقى المقشة بلتها في المسحوق اللي أنا كنت عاملاه، البريل والمسحوق والشاور والأوكسي. وهنا بقى هدعك بيها الحيطان وكويس جدا بدعك الحيطان. وهنا طبعا زي ما انتوا شايفين بتحطوا المقشة في المية وبعدين بتدعكوا. تدعك بقى الحيطان حلو. هنا بقى هشطف الحوض وهشطف الحيطة، هشطف كل حاجة. ويا ريت ما تتأخريش على البريل عشان هيلزق على الرخامة، على الحيطة وعلى الحوض، على أي حاجة هيلزق عليها. فيا ريت ما تتأخريش عليه وتغسليه على طول. فأنا غسلته على طول بقى. وبعدين هملي الجردل، هحطه يتملي عشان كده خلاص خلص، عشان احنا محتاجين مية عشان لسه قدامنا مشوار طويل. معلش عشان عندي برد. هنا بقى هنعمل الباب، هنعمل بقى وش وظهر ونظبطه كده، هيبقى كل حاجة حلوة. هنضفه حلو وش وظهر. هنا بقى خلصت وهنا بقى هتدعك الحيطة كويس جدا. خلصت الباب، فهعمل الحيطة على طول. دخلنا في الحيطة عملتها، وبعدين بقى هنا لقيت الكوباية مخرومة، لقيتها وقعت لي البريل كله، الأومو يعني. فحطيت شوية بريل وعملت برضه نفس اللي عملته. هنا بقى هدعك الحيطة اللي ورا الباب، هشيل بقى الحاجات دي. شلت القماشة. هنا بقى هندعك الحيطة حلوة قوي قوي قوي. تاني حاجة بقى ايه هي؟ هنعمل الحيطة كويس كده. جبت بقى المقشة، ادعك بقى حوالين الحوض وحوالين القعدة ومن تحت كده في الحيطان، في كل حتة. عدت عليهم كده مرتين. وهنا بقى شوفوا ده كل حاجة حلوة. هنا بقى عملت ورا ماسورة وظبطت الدنيا. هنا بقى هشطف على طول. الجردل طبعا اللي مليان شطفت بيه على طول كده، يمين وشمال والحيطان كلها كله، كل حاجة كده شطفتها. هنا بقى مليت الجردل ورشيته عشان لو قعدنا نعمل بكوبايات مش هنخلص، فرحت على طول عملت. هنا بقى هعيد كل المكونات تاني علشان البريل خلص الأو يعني. حطيت بريل ومسحوق وأوكسي وشاور، 4 حاجات توفروا في كل بيت أكيد يعني، دول مسحوق يعتبر. هنا بقى هنغسلهم برضه بكده بشوية مية، هنقلبهم. وهنا بقى هدعك القعدة وهدعك الأرض كويس جدا. هدعك بقى القعدة وش وظهر جوه وبره، في كل حتة كده تدعكي القعدة وتظبطي كل الحاجات، خليكي نضيفة. متنسوش تشجعوني باللايك الحلو اللي زيكم كده. هنا بقى هدعك برضو كده القعدة حلو، وهشوفون
بصوا هدعك بقى هنا الارض بالمقشة عادي، بالسلكاية عادي، اي حاجة. هنا بقى هدعك الارض حلوة قوي. هدعك بقى الارض على طول عشان اشطفها. هتقولي ازاي هغسل المقشة؟ اقولك عادي تحت الحنفية وفي اي حتة. انا بقى هنا كان في حنفية كده كان بالقعدة، رحت شغلتها وقعدت اغسلها كده بقت نضيفة 100%. كده عادي تغسليها في الارض، ترشي عليها ميه وانت تغسليها عشان مش هتتنضف من كده، او تحطها تحت الحوض عادي جدا، يعني فوق الحوض كده تشغلي عليها الميه وتعمليها. هشد هنا بقى الميات عشان ابتدي ارص، بس قبل ما ارص هغسل بقى الحاجات، الجراكن وكده. اجيب بقى جركن بس قبل اي حاجه هرش ميه في كل حته. ايه بقى الكوبايات مكانتش مساعدة، فروحت قفشت الجردل رشيت على طول. هشت بقى طبعا بالمساحة على طول. هتقولي يعني ايه مساحة؟ دي اللي بنشد بيها المية وكده بقى يكون. شوفوا بصوا شدناها بقت تحفة. احط بقى السلكاية شوية اومو، وهجيب جركن هغسله بقى حلو وكويس جدا زي ما انتوا شايفين. كده بقى تغسله حوالين الشركة كويس جدا، وش وظهر ومن كل حتة، في كل حتة كده فل الشركة فلاية. هغسله حلو بقى وتشطفيه على طول، جيبي غيره على طول. قعدت اشطف فيه بقى كويس جدا، بص في مكانه على طول. اغسل واشطف وارص، اغسل واشطف وارص اهو على طول. هنا برضه كنت بغسل السلك التاني وهشطفه بقى بالأومو، وبعدين هيتشطف بالمية على طول. تشطفي حلو كويس جدا عشان ما يكونش فيه اومو يلزق عليه هيتعبك وانت بتشيليه بقى المرة الجاية. تغسلي كل اسبوع اسبوعين، انت ما شفتوش هيلزق على البتاع فيبقى مش حلو. هنغسل بقى الشرك التالت وكده. بصوا تغسليه حلو وكويس جدا عشان يبقى نضيف. بس بقى تداولي هتعملي ايه؟ تحطي فيه شويه ميه كده وتقفليه وتركيه، هيخلي ريحه الحمام تحفه. ده بعد ما تخلصي الحمام خالص هتركيه بقى كويس جدا. بعد ما يتفتح كأنه فار كده بيهدى زي البيبس او السفن كده بيهدى كان الصراحة صوته حلو قوي وريحته تحفة. بص بقى ترشرشي كده حوالين الحمام على طول، ريحته حلوة. هنا بقى شوفوا برشرش حوالين الحمام كله. شوفوا هنا بقى اكيد هشيل الكوبايات وهغسلها واشيلها، وهبتدي بقى ادخل الحاجات وارص الحمام كويس جدا وكده بقى. شوفوا خلصت الحمام معاكم، وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. بس قبل ما انهي الفيديو تعالوا يلا بينا نشوف الحمام اللي انا عملته. يلا بينا. بصوا كده بقى الحمام كله تحفه. ودلوقتي اقول لكم على السلامه.